مكنه. طب ما انا اقول لك تعيش انا اعدي معاك ال 50 100000. 50 انت لسه بتليل بقى. قليل يا عم، ده المكنه ماشي بيها 20000 ورزقت مني تاني. لا ده كده عيب سواق يا باشا. اركب مكنه الحمد لله معايا مكنه. معاك مكنه ايه؟ عديت بيها المانش زي ما بيقولوا. عديت بيها المانش؟ في ال ام. عدي بيها كام يعني المانش؟ هو بتباع في حته 110 كيلو. 110 110000 110 ولسه انت كداب صح؟ يا عم الميه كانت بغطاش شوف بعينك. الميه كانت بغطاش شوف بعينك. يلا بينا. يلا بينا يا عم. هي دي المكنه؟ هي دي يا باشا. انت ايه رايك؟ دي ولا ايه دي؟ هي دي في ال ام اللي بيقولوا عليها. في ال ام؟ في ال ام موديل 20 200 سي سي. بس في ال ام بطه يعني، محسسني ان انت راكب هورنت 600 مش مكنه، فاهم؟ تيجي تشد على المفتاح. انا بقول لك انا واثق من اللي بقوله. طب ما اتكلمنا عنها شويه بقى المكنه دي. احنا جايين عشان نفيد الناس والله العظيم ثلاثه. بالظبط. انا اللي كلمتك، انت ما كلمتنيش. انا كلمتك بالظبط. قلت لك انا معايا خلاص التجربه. المكنه دي بقى لها 5 سنين معايا حصل. من الزيرو. حصل. وكل اللي قابلني فيها وبرده اتعرضت ليه من الميكانيكيه وايه اللي احسن للمكنه وايه اللي قابلني. فكل ده ايه هنقوله للناس برده اللي حابب اللي معاه المكنه حابب يستفاد او اللي حابب يشتريه قدام يعرف ايه اللي هيقابله. بالظبط باذن الله. السلك ده انا شاريه من الزيرو من انا اول مالك ليه. حلو. شاريه في 20 في سنه 2020 ملحق 21. حلو. سنه الموتوسيكل. حلو. الموتوسيكل ده انا جايبه شغال بيه دليفري. حلو. انت شغال بدليفري؟ من يوم ما جبته المكنه ما بتقفش. بتشتغل كام ساعه؟ والله بشتغل شيفت من 10 ل 12 ساعه. 10 12 ساعه. وبلف بيه يعني بص كل حاجه تيجي في بالك. حلو قوي. ايوه انا عايزك كده. بحرق في اليوم من 200 300 كيلو. حلو يوم ما بمشيش 150. 200 300 كيلو في اليوم. من 200 300 رغم ان احنا في اسكندريه، يعني اسكندريه اصلا كلها ما تكملش. في اسكندريه دي 5 6 مرات في اليوم. بسم الله ما شاء الله. شغال توصيل افراد يعني برضه بحمل الناس ورا. حلو. طب احكي لنا بقى كده عن المشاكل اللي واجهتك في الموتوسيكل دوت، عشان اسمع مثلا ان الفي ال ام اول حاجه ان هو بطه ما بيجريش. لا مفيش الكلام ده. يعني ما يعديش ال 100. لا خالص والله. انا واحد ما بيحبش الجري. بيجيب معايا بيجيب 100 125 127 بيبقى عايز يجري. المكنه مش قايله لا ممكن فيها تجري تاني، بس انا ما بحبش الجري. حلو. بس انا التوب سبيد اللي انا جبته 127 بس كان في عزم ان المكنه تجيب اكتر. حلو قوي. طيب انا دلوقتي هقول لحضرتك المكنه اللي تم معايا فيها. قول لي. المكنه كنت شاريها طبعا عديت سيف اول مالك. حلو. المكنه انت شاريها من الزيرو يعني؟ شاريها من الزيرو. كل اللي واجهني فيها لحد 70000 كيلو. التيل فرامل اسطوانه طنبوره بتاعت فرامل. حاجات اللي هي ايه الاساسيه اللي انت تخلص على طول يعني. حلو قوي. على 70 كيلو عمرت ويستم وشميزه. على 70000؟ لا معدي 70 73 75 يعني عمرت ويستم وشميزه على 73000. 73000 ممكن يزيد شويه او يقل حاجه بسيطه. حلو قوي. ويستم وشميزه. العداد بتاعنا دوت اصلا حاليا مفيش حاجه اتغيرت. هو العداد ده عد من تاني. العداد طب دي معلومه كويسه. يعني العداد لما بيوصل معاك 100000 بيوصل ل 100 بيتصفر وبيعد من يرجع تاني. هي ماشيه دلوقتي على الجديد داخله على 8000 دلوقتي ماشيه 8000. عداد شرعي. طيب والعداد القديم اللي هو ماشي 100000 ده انت كنت مصوره، اللي هو الصوره اللي هتظهر على الشاشه ديت صح؟ بعت لحضرتك. حلو قوي. يعني كده ماشي معاك 100000 وعمرت على 75000. عمرت على 75 وممكن يكون اهمال مني لان انا الفتره دي كانتش الحاله لما دي احسن. كنت بطول على الزيت بديله على 800. طب هو ده بس كويس اصلا انك وصلت 75000. وعمر افتراضي كويس. ايه اللي يخلي بقى ان المكنه توصل معاك للارقام ديت من غير ما تحل حاجه في الموتور؟ ايه بقى؟ تحافظ على الزيت. اهم حاجه غير الزيت. حلو. الزيت ده روح المكنه. تاني حاجه ما تقعدش تحرق على الغيار وتقعد تنعر وتيجي على التروس. كل غيار ليه سرعته. حلو. هتحافظ على المكنه هتعيش معاك العمر كله. بتحط لها زيت ايه اصلا؟ والله انا اول ما جبتها انا ما كانش فارق معايا الفلوس يعني، قلت احط لها احسن حاجه تريحني. حلو. جربت زيت وولف، جربت زيت موتل، جربت ريبسون. حتى في لوجو ريبسون يعني. لا الناحيه الثانيه ده لوجو موتل؟ لا ريبسون. وده لوجو ريبسون. جربت ده كله والحاجات دي من الوكلاء. حلو. دي حلو قوي. جربتهم بس لقيت والشده دي اصلا انت اللي عاملها ولا وديها حد؟ حاجه ثانيه هقول لك بعد ما ظبطت الميكانيكا عملت ايه. حلو. هو مين ظبط الميكانيكا بقى عندك؟ هقول لك برضه. ماشي. خلينا بس واحده عشان نمشي معاهم بالترتيب يبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. حلو قوي. ماشي. احنا كده كنا ان هي عمرت على حاجه و70 بسبب اللي خلاها توصل لكده الزيت. الحفاظ على الزيت. وانا بصراحه بدون مقاطعه لكلامك انا مش شايف ان هي تعمر على 70000 دوت. ده كده عيب. ده كده انا شايفها ميزه لان معظم المكن. انا بقول لك لو ما كنتش اهملت الفتره دي على الزيت كان ممكن يعيش تاني. بس انا كعمر افتراضي مرضي. اللي هو انت كنت عايز تكمل لحد ال 100 من غير ما تعمر. احسن ما تعمر على 30 ولا حاجه. يبقى ايوه غلط مني. وصلت. وحطيت موتل كانوا كويسين مع المكنه. بس المكنه بتسخن بيقول لك بحرق 200 كيلو واكتر. المكنه بتسخن بلاقي الغيار بيحجر معايا. حلو. والمكنه بترزع وريحه الزيت بتطلع. الزيت لقيته مش مريحني. فاللي حطيته بعد كده حطيت زيت شيل احمر. ده بعد ما عمرت؟ لا من قبليه. من قبل ما تعمر. انا جربت الزيوت دي فتره لقيتها برده ما جاتش معايا. كذا واحد قال لي على الشيل. الصراحه كنت مسترخص وكنت خايف منه.
جربته مره، في الثانيه لقيته ماشي المكنه معايا، واول ما طلع من الجراج زي نص اليوم بعد ما احرق ياما الزيت كفاءته ثابته، مع انه والله سعره رخيص وكده ممكن تستغرب منه. حلو. فلقيته ماشيني كويس. هو كله دايما بيقول لك شيل مش احسن حاجه عشان بتاع عربيات. لا لا لا، اللي بحطه كمان مش بتاع حطيت شيل بتاع موتوسيكل ما ريحنيش برده في المشي عشان خفيف. حطيته ال 2050 20 W50 حطيته من 5000 لحد دلوقتي مكسر 100 ماشي عليه. بعد العمره حطيت التقيل اللي هو ال 50 بس، عشان برضو التروس اكيد من جوه ما بقتش زي الحته الاولى، بس هي لحد دلوقتي ماشيه. يعني انت قبل ما تعمر يعني بحط 2050 ب 2050 شيل بعد ما جربت الزيت كلها لحد 70000. لحد 70000 كنت بتنزله كل قد ايه؟ 500 600 500 600 كيلو. ما زودتش، ما بتطولش عليه يعني. واقول لحضرتك معلومه يعني انك انت تحط زيت جودته حتى لو متوسطه تنزله 500 600 احسن ما تحط زيت عالي تنزله على 1000 ونص، لان الزيت وظيفته بيغسل الموتور، وانت هنا بتحط زيت واحد. لما تحط زيت يمشي يعني تنزله على 3000 كيلو تنزله على 1000 ونص، حتى لو الشركه قايله كده برده مش حلو الموتور. انت عايز على طول الموتور يتغسل من جوه، الموتور يتغسل من جوه كمان. كل ما تغير الزيت بدري كل ما الرواشب والحاجات دي كلها بتنزل. المكنه فضلت شغال بيها كنت هعملها فتره يعني دوبك شغل وكده كنت بشتغل فيها، لقيت البلي فرط. ليه بقى اللي وصل للحاله ديت؟ ان انا اهملت. فاي واحد هيمشي في الموتوسيكل هيلاقي الموتوسيكل بتاعه بدا يضعف منه. لقيت البلي فرط، المكنه مش متزنه معايا وبتحدف، لقيت فيها مشاكل ياما. فزي ما انا بعت لحضرتك الصور جبتها على الارض المكنه وبدات اقفلها من تاني. جبت بلي جديد انت ولا مين؟ لا انا عارف كل اللي فيها. انا ما وداش لميكانيكي؟ لا انا رحت جبت اللي فيها وعارف ان الميكانيكي ده سمعته حلوه في التقفيل، بس برضه لو كنت رحت ان انا سالت بره كانوا بيفتحوا لي شغل زياده واسعار ثانيه. غير لما انا اكون عارف اللي فيها هروح اسال على مصنعين تركيب بس. وصل. رحت جبت البالي اللي فيها الحاجات اللي فيها، عرفت بقى الناقصه. كان المساعدين برضه لان المكنه معايا من الزيرو فعارف كل اللي حصل فيها. برضه ما رضيتش اقفل على وضعها، لا نزلت المكنه على الشاسيه وغسلت وشحمت وبعد شحمت وركبت الحاجه كلها وبعدين ربطتها، فاصبح قفلت المكنه من اول وجديد. بعدين بدات واحده واحده شدها مستريكات حاجات برضه على الهاديه وكل من ذوقي يعني فكرتي. فبرضه ملخص يعني الشده بتاعت المستريكات انت اللي عاملها؟ انا مش كلها من مره واحده يعني. طول ما انت ماشي مثلا بتجيب حاجه بتقعد تزود حاجه بتاع برضه خلاك الحاجات البسيطه دي والله بتفتح نفسك على المكنه. يعني انت ممكن تكون خلاص خلصت شيفت او اي حاجه ركنت المكنه ركبت حاجه عايز ثاني يوم تصحى بس تركب المكنه تاني عشان حاجه بسيطه ركبتها. تركب حاجه مظبوط. الحاجات دي بتفرق. تعمل معاك انها ابنك الصغير. واقول لك على حاجه والله العظيم زي ما بيقولوا ايه الحديد بيحس فعلا. تهملها وتطنشها هتلاقيها بتعطل معاك وبتزاولك ايدك فيها على طول زي المكنه ما بتقولش معاك لا. وصلت. برضه انت ماشي على طريق مسافات الدنيا لو عطلت ما تحطش في موقف زي دوت، وماشي على عجلتين دي حاجه ثانيه. اي غلطه ولا حاجه انت برضه يعني ربنا يستر راكب الهوا يعتبر، فعلى طول ما تسترخصش تبقى ايدك في الحاجه على طول. طب دلوقتي يا ابو حميد لو انا مثلا عايز اشد مكنه تبقى شبه الشكل دوت او اشدها ميكانيكا مثلا او كهرباء او اشدها في الشكل عشان خاطر مثلا عايز ابيعها او عايز المكنه ديت تبقى شغاله تحت رجلي تمام، او لو حد بيشتري موتوسيكل مستعمل مثلا عايز المكنه تبقى تحت رجله تمام عشان يعرف يشتغل بيها، يعمل ايه ولا يروح لمين؟ تمام. انا المكنه لما اشتغلت بيها ايام واهملتها المكنه يعتبر يعني جابت الارض عايزه تتعاد بناء من اول وجديد. جيت ابيع على حالها لقيت نفسي مش عارف اركب مكنه اصغر منها حتى، كل اللي بيجي بيكسر في ثمن الارض. في نفس الوقت رحت للميكانيكيه يا جدعان انا باكل بالمكنه دي عيش عايز اشدها او ادفع رجليها اللي هي ترجع. الصراحه ما حدش كان متعاون، كل يقول لك سيب لي المكنه اسبوع وهتسيب لي مبلغ 14000 و18000 قطعه يلا فلكيه. والله العظيم ثلاثه. انا اخدت المجازفه قلت مش هسلم نفس الميكانيكي لان برضه اتعاملت مع ميكانيكيه زمان مش كله عنده ضمير. حصل. فانا عملت ايه؟ اخدت المجازفه برضه المكنه راكبها من الزيرو فعارف ناقصه ايه وفيها ايه، جمعت حاجتها برضه حاسس ان في حد في ناحيه كذا مع التجربه بتاعتي وكده. جمعت الحاجه بتاعتها نزلت جبتها توكيل، كان في فرق في قطع غيار بس انا جبت انضف حاجه عشان ما ارجعش اشيل من تاني. بقيت اروح بقى للميكانيكي انا عارف عايز اعمل ايه، اقول له ركب على طول بحيث ياخد مستعد تركيب. لقيت الموضوع اتلم معايا بنص الثمن. فيستحسن لو انت عارف ايه اللي في مكانتك ما تسيبش نفسك الميكانيكي عارف ان هو صنايعي شاطر تجيب له الحاجه قول لي ركب. ممكن لو في حاجه مش فاهم فيها او عايز تعرف اللي فيها ما تقولوش ركب لي، خد منه استشوره، قول له مثلا عندي حادثه في كذا في صوت كذا، هو هيقول لك استشوره تروح تجيب الحاجه ديت وتروح لغيره او ليه هو حتى عادي مفيش مشكله يركبها، هياخد منك ثمن التركيب بس. اما انك انت تسيب له مكنه حتى الحاجات اللي مش عايز تتحل هيحلها.
انا مش معمم ده كله، بس يعني انا بكلمك على الاغلب ده اللي هيتم معاك. حلو. طب يا حميد دلوقتي كنا بنتكلم في حته ان انت ما تشتريش موتوسيكل ماشي مثلا 20000، وممكن تشتري موتوسيكل ماشي 100000 عادي، بس المهم الحاله. والله لو خلي بالك موضوع الكيلوات ده ما يعينش. انا لما كنت ببيع المكنه كان اللي يجي يشتري مني اقول له خلي بالك المكنه دي معديه 100، يعمل كده ويعمل يقول لي يتفاجئ. يتفاجئ على طول. يعني انا بقول لك ماشيه 100000، بس في نفس الوقت كنت عايزها تتبيع ب 35000. ما فيش مشكله، بس المشكله ان المكنه تبقى ماشيه 100000 اقول لك عامله 70000. هنا دي مشكله، حرام عليا وحرام عليك. انا بقول لك بما يرضي الله المكنه ماشيه 100، في نفس الوقت انت شفت العداد الجديد ماشي 7، انا ممكن ازود عليه 10 في لعب عدادات في كل حاجه، اقول لك المكنه ماشيه 20 ماشيه 30. يعني انت هتعرف الكلام ده؟ يعني بالظبط يا جدعان، ده اللي يعني اللي احمد بيحاول يقوله، اللي هو حته ايه، ان انا دلوقتي مثلا الموتوسيكل دوت هو مش 100000 حلو كده، لو انت جيت بصيت عليه على اساسياته وعلى شكله وعلى حالته وعلى ابو حميد، هتلاقي الموتوسيكل ايه ما شاء الله ما فيهوش اي حاجه، وراجل محترم بيكلمك والدنيا جميله. يعني معنى الكلام لو عايز هخمك، لو عايز اقول لك الموتوسيكل دوت ماشي 20 30 50 هقول لك، يعني معنى كده انا قصيت في نص المشي اللي هو ماشاه. فاللي احنا بنتكلم فيه ان ممكن موتوسيكل يبقى شبه دوت ماشي 100000 كيلو ومتحافظ عليه وصاحبه حاطط ايده فيه، وموتوسيكل تاني يبقى زيرو، مش بقول لك بقى كسر زيرو، يبقى زيرو لسه طالع من الصاله وصاحبه ياخده يرزعه بسبب سوء الاستخدام، او بسبب ان هو مش فاهم في السواقه، او بسبب ان هو ما بيعرفش يحط زيت ايه، او يمشي على زيت الحفظ، وتلاقي الموتوسيكل رزع من اول تجربه. برضه لما انت تيجي تشتري موتوسيكل ماشي 20000 كيلو وحالل ما تفرحش. موتوسيكل ماشي 70 80 حالل، على الاقل هيكون حالل عمر افتراضي، مش هيكون حالل اهمال. اما الموتوسيكل حالل اهمال ده ما يكونش حاجه واحده اللي بايظه، بيكون في حاجات ثانيه بايظه معاه جوه، لان الحديد كله بيعشق في بعضه، فهتكون حاجه كسرت حاجه. غير ما كل قطعه باظت مش تكون مأثره على الثانيه، بتشيلها وبتحطها. وبعدين لما يكون شخص شبه كده معلش ايده دايما في الحاجه، غير لما يكون واحد على طول بيسيب الحاجه لحد ما تجيب اخرها. صح. يعني انت اول ما وريتني الموتوسيكل انا قلت هشوف موتوسيكل معلش كوهنه طالع عينه بقاله 100000 وبتاع، وبعدين مكسر وتانك مصدي ومش عارف ايه، فجيت بصيت على الموتوسيكل، بصيت على تانكه ما فيهوش صدى، بصيت على الموتور ما فيهوش زيت، بصيت على حالته الخارجيه الموتوسيكل مشدود كويس شكله حلو وبتاع، فلقيت ان فعلا في فرق في الكلام. وما غيرتش الموتوسيكل كله، انا غيرت حاجات بسيطه، ما بحبش اغير من الحاجه الاساسيه لان قطع غيار مش هتكون زي الحاجه اللي راكبه فيها. مظبوط. يعني انت بكلمك في بتاع 70% الحاجه اللي هي جايه بيه من تقفيله الفابريكا، انا مغير بس حاجات بسيطه. يعني انت ما رميتش الموتوسيكل كله. طب انت كاستخدام احمد في ال ام بقاله مثلا 3 سنين 5 سنين صح؟ 5 سنين من 2020 5 سنين متواصل جايبه من الزيرو. مفيش حد بيركب بيستعمل موتوسيكل غيري، هو راكب واحد. حلو قوي. برضه حته انك ما تديش الموتوسيكل لحد دي مهمه. لا كل واحد ليه سواقته. وبقول لك على حاجه معلش، انت لما تأجر موتوسيكل هل هتسوق زي ما تسوق الموتوسيكل بتاعك؟ لا طبعا. هي بتبقى كده، مفيش حد هيحافظ على حاجتك غيرك. صح مظبوط. طيب ايه رايك بقى في الموتوسيكل كاستخدام، وشايفه الموتوسيكل يعني تنصح بيه لمين؟ والله الواحد عايز ياكل عيش، الموتوسيكل مش هيقول له لا، بالصلاه على النبي حوت على الطريق. حلو. واحد عايز ياكل عيش. تاني حاجه او استهلاكه في البنزين عالي شويه، شمتين عشان 200، بس المقابل بان هو معاك ثابت بيجري معاك. صوت الموتور سياخ، او صوت الموتور عالي شويه عشان هو سياخ. حلو. بس في ميزه ان هو بيتحمل غير ما بتاع شقه. بتاع شقه. الموتور معاك سياخ بتاع شقه. حلو. الموتوسيكل بتحمل عليه 3 يعني 2 وراك بتتلت يعني عادي. بتتلت ما عشان برضه 2 مساعدين. ما بيقولش لا معاك. الكاوتش بتاعه نازل برضه 130، دي ميزه. بيوصل معاك ل 140 و150، بس يستحسن بلاش لان الكاتينه بتقعد تحك في الكاوتش بتتاكل من بره. مظبوط. فخليها 130 كده مش مقصره معاك. فلا فالموتوسيكل الله اكبر عليه، يعني مش هيزعلك. هتيجي برضه تمشي في مثلا لو في نوه ولا في حاجه لا يزحلقك ولا تلاقيه بيحدف منك عشان الهواء. كان معايا دوت اللي هو موتوسيكل النحله، كنت ابقى كنت بطير من الهواء. لا ده ثابت معاك. فلا كقيمه مقابل سعر وامكانيات لا انت كسبان فيه. حلو قوي. جاهز بقى نسمعنا صوت الموتوسيكل ونسمع الناس؟ تمام. عشان برضه انا عايز ابص على الموتور بتاعه اشوفه بيدخن ولا لا والحاجات دي كلها. يعني عايزين نحط الموتوسيكل في اختبارات عشان نشوف هل فعلا هو بيستحمل. الموتوسيكل عباره عن ايه؟ عن موتور شاسيه. مظبوط. انت اهم حاجه تشيك على موتورك، وبرضه هتشوف انت قدامك. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى هو مور RPM 1 ثابت. بصوا RPM 1 ثابت ما شاء الله. التكات انت ما سبتش على فكره من يوم ما جت، مش ده متفكش. ما حلتش ما ظبطتش تكات خالص ولا من يوم ما طلعت من المعرض انت ما سبتش. ما شاء الله. بس اعتقد لازم تظبط تكات.
اللي هو صيف وشتاء والكلام ده لا. خلي بالك هو صوتها عالي سنه بسبب التكيات، بس صيف وشتاء يعني بمناسبه حوار صيف وشتاء في التكات دوت، انت شايف ان هو افتكاسه؟ ده كلام 5 سنين بقول لك هو التكات ما مسكتش، هي فيها صوت بسيط، صوت عالي بس مش مستاهله ان انا احل عليه واظبط وفي الاخر بعد كام في شهر ارجع احل تاني واظبط. وصلت مش مزعلاني. برضو اهم حاجه لما تيجي تعمل اكسسوارات بلاش تحمل على الضفيره، بلاش شغل كهرباء زي ياما، اخرك مثلا انتظار سيريا. اما شغل المكنه كلها تبقى ماشيه كهرباء انت بتحمل على الضفيره، اي ضفيره مع الالكترونيا واي مشكله بقدر الموتوسيكل ممكن يشبك منك حريق، فانت اللي خسران. فهي تبقى مستهلكات حاجات على خفيف. ما شاء الله المكنه ناعمه، مش حاسس بصوت الموتور، مساحتها حلوه. وسلسه في المشي يمين وشمال كده، فاهم؟ يا جدعان الموتوسيكل لا بصراحه بسم الله ما شاء الله، بعيدا عن كلام احمد اللي هو بصراحه فادنا فيه جدا في الفيديو بتاع النهارده، فالموتوسيكل بي ال ام فعلا موتوسيكل بسم الله ما شاء الله. بص هو مش احسن حاجه للجري والسرعات، مش هتركب ريس، بس هو موتوسيكل يستحمل معاك الشقه، حمال اساسيه لو انت راجل عايز تفتح بيت، لو انت شاب عايز حاجه تستحمل معاك الشغل والشقه، خصوصا مسافات طويله. ان الراجل دوت بيقول لي ان هو بيشتغل يعني 12 ساعه في اليوم تقريبا، ان هو بيمشي 300 400 كيلو في اليوم، او 200 300 كيلو عشان ما ابقاش بتكلم بالظبط. فالراجل دوت حاجه شبه كده محتاجه مكنه شبه كده، وفي نفس الوقت شكلها مش شبه مكنه الدايو ومكن الرفاع اللي انا وانتوا يعني فاهم اللي احنا عارفينه، يعني اللي هو مكن الرفاع بتاع شويه هوا يزقوه شويه هوا يطيروه. ده الموتوسيكل ماسك نفسه، انت فاهم، يستحمل معاك شقه، يستحمل معاك بهدله. وبنلي انت راكب برضو حاجه تعتبر فرز اول في السوق، مش فيجوري ولا حاجه من فيستك منه، فاهم؟ احترمنا بتوع الفيجوري طبعا. احترمنا بتوع الفيجوري كده. المهم يا جدعان الراجل ده نورني وشرفني النهارده في الفيديو بتاع النهارده. ربنا يخليك، فيها ذوقك يا سولو. وطالما اي حد عايز يطلع في فيديو، طالما عندك معلومه وعايز تفيد بيها، انا مكاني مفتوح لك اي وقت، والمنصه مفتوحه لاي وقت، سواء الراجل دوت او لغيره. اي حد عايز يفيد انا موجود اي وقت لاي حد. فحابب تقول حاجه اخيره للناس؟ ان شاء الله سولو بعد ما الفيديو ده ينزل اي حد محتاج حاجه في مشاكل المكنه، عشان في مشاكل تبقى حاجات بسيطه بس بتبرجل منك المكنه، خاصه موضوع الفرامل. اي حد عايز حاجه انا انزل برده لينك الصفحه بتاعتي، يخش يكلمني على الماسنجر. انا انزل لكم لينك صفحه الراجل دوت. اي حد معاه المكنه وعايز يعرف حاجه عنها انا معاه. اي حد هيسال اي حاجه اسال مجرب ولا تسال الخبير، لان المجرب هيشوف العيوب كلها، انما الخبير بيبقى مختص في حاجات معينه اللي بتعدي عليه، فاهم؟ فبس كان معاكم محمود سولو في فيديو جديد، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. نشوفكم فيديو جديد.